السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه مدة عندي ما درت فيديو لأسباب خاصة، يعني كان عندي شوية انشغالات، وكاين أسباب أخرى، وهي يعني والأهم سبب اللي خلاتني نبعد شوية على باش نمد الرأي تاعي ونمد فكرتي كمواطن جزائري. هي عدم التفاهم تاع المعارضة والمبادرة اللي قاموا بها يعني المواطنون أحرار، وما ترتب عن هذه المبادرة اللي للأسف ولدت ميتة لأسباب أنا أشوفها أسباب تافهة، بحيث أن كان أملي وأمل كل جزائريين، الشباب الجزائري، كان أملي كبير بعد الانتخابات، المهزلة الانتخابية، وبعد ما كان حزب المعارضين هو اللي فاز في هذه الانتخابات. ولكن الطامة الكبرى أن هادو اللي ما تفهموش على أرضية مشتركة باش يحطوا كما يقولوا إسقاط هذا النظام هذا اللي عاد في الأرض فساد. هم كانوا من دعاة المقاطعة، وجاتهم الفرصة، يعني هذا نسميها الغباء السياسي، أو جاتهم الفرصة بين أيديهم أن الشعب الجزائري، والحمد لله، استجاب للنداء اللي كانوا ينادوا بالمقاطعة الانتخابات. جاتهم في هذا المعارضين اللي اسمهم أشباه المعارضين، إلا من رحم ربي، هم يعرفوا روحهم على كل حال. جاتهم هذه الفرصة باش يتوحدوا، يديروا مبادرة قيمة ويلتفوا حولها. المبادرات موجودة والحمد لله، كاين هناك عشرات المبادرات، ولكن كما قلت لكم لأسباب تافهة الغباء السياسي أو الحسابات الضيقة خلات هذه المبادرات ما تشوفش النور كما يقولوا. وهذا يعني شيء واحد، هو إطالة هذا النظام هذا، يعني إطالة عمره في انشقاقنا وعدم التفاهم بيناتنا احنا كمعارضين. أنا أعتبر نفسي كمعارض لهذا النظام هذا. للأسف هذا خلاني يعني كما يقولوا en anglais I take break. وجات en même temps بعد المشاغل عائلية أو مشاغل ذاتية. قعدت يعني حوالي شهر ونص ما لم أشارك يعني بالفيديو، حتى في الفيسبوك كنت مشارك إلا قليل لما تتاح لي الفرصة الأخرى. ولكن
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله راح نولي ندير دي فيديو، ولا نعاود ندير كتابات في الفيسبوك لتنوير الشباب، بقدر ما نستطيع. يعني أنا مانيش ندعي أني راني بالك هما ينوروني أكثر من أنا نورهم، يعني نوري لهم ولا يوروا لي الأشياء الخفية. أنا كمواطن جزائري نعمل مجهود خاص لدي، راني يعني نتمرن على الصحافة، كما قلت الصحافة كصحافي مستقل، يعني ما نخدم مع حتى تلفزيون ولا جريدة ولا إذاعة ولا أي آخر، كأن بلوجر كما نسميه، كما حبيت تسميه. هذه هي. إن شاء الله راح كما قلت راح نولي هناك أحداث يعني. والحدث المهم اللي راح يجري في الجزائر بعد الأيامات هي ذكرى 5 جويلية، عيد الاستقلال، يعني الخمسينية تاع العيد الاستقلال. أنا نشوف لي أن هناك مغالطة، يعني حسب رأيي الخاص. أنا الاستقلال استقلال الجزائر جاء بعد ما عملوا اتفاق تاع وقف إطلاق النار، وسووا اتفاقية إيفيان وما شابه ذلك. تم هناك بحصل الاستقلال الرسمي للجزائر. يعني أما كما يقولوا الابتدائي هذوك تاع وقتاش خرجوا الجنود، وقتاش كذا يخرجوا المعمرين، وقتاش هذيك كانت عبارة عن شكليات برك، إجراءات كما يقولوا إجراءات إدارية تفهموا بين الحكومة المؤقتة والمستعمر الفرنسي. أما الاستقلال الحقيقي هو بعد ما وقعوا على اتفاقية إيفيان ووقف إطلاق النار. هذا هو. وش حبيت نوصل هنايا؟ حبيت نوصل بأن التاريخ حد ذاته 5 جويلية هو تاريخ مش خروج الفرنسي، يعني هو تاريخ دخول المستعمر. يعني كنت ذيك فترة نسمع في وزيرة الثقافة، وزيرة شطيح ورداح، احتفالات راح توصل إلى عام، سنة كاملة، وهي الاحتفالات على الخمسينيات هذه. ألوك كان واحد الأمكنة، يعني البلايص راح يقوموا فيهم من بين هذه الأماكن راح يقوموا بهم الحفلات، شطيح ورداح والصخب والغناء ومسرحيات وما شابه ذلك. سيدي فرج لا أدري من صاحب هذه الفكرة يعملوا ذكرى استقلال البلاد في مكان اللي دخل فيها المستعمر. هي نورمالمون يديروها في ميناء الجزائر، لأن ميناء الجزائر تماك للجنود
الفرنسيين والمعمرين والحركة وكل ما أشبه ذلك خرجوا من هذيك البلاصة، يعني لو بور دالجي ميناء الجزائر، تماك هما رفدوا قشهم وراحوا. العبرة في مكان الخروج ماشي في مكان الدخول اللي نحتفل بالآخر. اسمحوا لي دقيقة، مازال دوك نجي اصبر. اسمحوا لي كنت نهضر مع وليدي. المهم هذه هي أنا المشكل في الموقع بالذات، يعني حفل تاع استقلال داروه في مكان اللي دخل فيه المستعمر، ألا وهو سيدي فرج. كما لا يخفى عليكم أن النهار اللي دخلت فيه فرنسا كان يوم 5 جويلية أيضا 1830. دونك هنا بوين دانتيروغاسيون، هل احتفال تاع 50 هذه يسموها هل صدفة أم أن جعلوا 5 جويلية ذكرى ل أنا نظن أن حبوا يديروها مشتركة، لأن بوتفليقة حب باش تكون فرنسا تشارك في الاحتفالات هذه، يعني احتفالات مشتركة. يعني فرنسا تحتفل ب132 سنة من استعمارها للجزائر، كونتر بارتي منا أن الجزائر زعما راح يحتفلوا ب50 سنة النظام. أنا أقول النظام لأن يديروا احتفالات تقدير مال العام والآخر، يعني راح يديروهم أمام طون. أنا نشك في هذا، يعني هذا يعني خصوصية المكان. يعني سيدي فرج بالذات راح يعملوا تماك الاحتفال. أنا نشك كاين هناك في الأمر إن كما يقولوا. بلا ما نهضروا على تبذير أموال الشعب الجزائري، يعني عام كامل سنة كاملة وما راح يديروا احتفالات بعد النشاطات الثقافية والسخافية وما نعرف بأموال شعب جزائري اللي ما لقاش حتى باش ياكل. هناك يعني كاين ناس يقول لك راك تكذب، أنا ناكلو نشربو. نو 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 أنا كاين ناس اللي ما لقاتش، يعني صح ما لقاتش واش تاكل، ما لقاتش واش يعني حتى اللبسة فقر. هناك فقراء كثير في الجزائر للأسف، بلاد غني وشاسع وواسع والناس فقراء، وهما يديرون احتفالات بالملايير الدولارات ولا الملايين الدولارات. المهم راح إن شاء الله تكون لي كلمة عن قريب إن شاء الله نزيد يعني نحضر واش كاين في خاطري. يعني نحب نخرج واش كاين في خواطري نفسي كما يقول. ونحب يعني هذا كما يقول لك نتقاسم همومي مع هموم كل الجزائريين. هذه هي. ربي يجعل خير إن شاء الله.
وكاين حاجة واحدة أخرى، كاين الناس بركا راهي تقول لماذا في 5 جويلية ما نخرجوش ونديروا يعني مسيرة سلمية كرافضين لهذه الاحتفالات هذه وأخرى. أنا يعني دوك تشوفوا الشعب الجزائري مغلوب على أمره للأسف، أن كل النداءات ما تبناهاش الشعب الجزائري للخروج يعني للشارع بتظاهرات سلمية. يعني ما ناش نقولوا نخرجوا باش نكسروا ولا نديروا شنو. اليوم شفت في الأخبار أن في في الصين احتفلوا بعيد السيادة الوطنية، ومن خرجوا بعض المتظاهرين يطالبوا بالحرية والديمقراطية وماني عارف، مظاهرات سلمية، ولو أنهم قلة قليلة جدا ولكن حبوا يسمعوا صوتهم. هذا في الصين. احنا الله أعلم ماذا جرى للشعب الجزائري، يعني لا أدري. حرت كيفاش نوصف المشهد. كيما سيت نفهم ما فهمتش، الظاهر ما فهمت. يعني شعب يذل ويقهر ولا يتحرك قيد أنملة حتى في شرفه، في عقيدته، في دينه، في هذا أغلى ما يملكه الإنسان يعني، ولا يتحرك. هذه مصيبة أعظم، والله مصيبة أعظم. نسأل الله إن شاء الله ربي يسهل لنا أمورنا إن شاء الله، ويتحرر الشعب الجزائري من العقدة النفسية اللي راهي فيه أولا، ثم يتحرر من الطاغوت اللي راه حاكم فينا. هذه أمنية كل أحرار الجزائريين. كاين حاجة واحدة أخرى تانيك. هناك بعد 3 أيام يعني في 4 من جويلية راح تكون هناك محاكمة لأخونا وأستاذنا الدكتور مراد هنا. إن شاء الله نطلبوا ربي إن شاء الله يطلق سراحه ويتجمعوا مع عائلته، يعني العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة اللي هي حركة رشاد. إن شاء الله يا ربي يطلق سراحه ونفرحوا بإطلاق سراحه كامل، وراح إن شاء الله يكون عندنا كلام آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله، وسمحوا لي ولا طولت عليكم.